السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. مين فينا ما يعرفش الست دي؟ الست دي هي ستوتة اللي ظهرت في فيلم سلامة في خير، أو بمعنى صح اسمها أمينة زهني. الست دي في الفيلم ده بالتحديد مثلت 4 مشاهد بس كانوا كفيلين بأنهم يقتلوها. طب الكلام ده حصل إزاي؟ القصة بتبدأ وتنتهي عند الفنان نجيب الريحاني، لو عاوز تعرف ما تروحش بعيد. الست دي بالمناسبة اسمها أمينة زهني، وكانت ساكنة في شارع في باب الشعرية جنب نجيب الريحاني، وكان نجيب الريحاني بيحب يعدي عليها باستمرار ويطمن عليها. والست دي كان عندها بنتها يعني حفيدتها بمعنى اصح. الست دي كانت بتساعد نفسها بانها بتشتغل في بيع الخضار، ونجيب الريحاني ما كانش عاجبه الموضوع ده وحاول اكتر من مره انه يساعدها بالفلوس، ولكنها كانت بترفض. طبعا الست دي كانت موصيه نجيب الريحاني وقايله له اني لو مت يبقى رب البنت دي، لان البنت دي ملهاش غيري في الدنيا. بس عمنا نجيب الريحاني جات له فكره جميله قوي انه يساعد الست امينه، بس من غير ما يحسسها انه بيعطف عليها. عرض عليها انها تمثل معاه في فيلم سلامه في خير، وعمل لها 4 مشاهد بالتحديد، والمشاهد دي اصلا ما كانتش موجوده وهيطلعها على انها حماته في الفيلم. وفعلا خدها معاه الاستوديو وخلاها مثلت ال4 مشاهد، على الرغم ان الست امينه كانت مبوظه الدنيا جدا، زي مثلا تبص للكاميرا، تولع سجاير، تقول كلام مش موجود خالص. ولكن هنا نجيب الريحاني ما كانش بيوقف التصوير وكان بيكمل عادي خالص. التصوير بينتهي والمشاهد بتنتهي، وعمنا نجيب الريحاني بيطلع من جيبه 50 جنيه وبيديها للست امينه وبيقول لها كده كتر خيرك، الشغلانه بتاعتك انتهت ويلا روحي. طبعا خد بالك ال 50 جنيه دي كانت مبلغ كبير جدا في وقتها، ويكفي اني اقول لك ان الممثل الثاني في الفيلم كان بيقبض ال 50 جنيه دي. خدها عمنا نجيب الريحاني من ايديها قدام الاستوديو ووقف لها تاكس وركبها كمان، ووصى السواق انه يوصلها. طبعا هو هنا ما روحش معاها لانه لسه عنده تصوير وما بيخلص غير حوالي 6 الصبح. تاني يوم بيرجع عمنا الريحاني وبيدخل بيته وبينام وبيصحى على صوت خبط. الست اللي ساكنه مع امينه بتقول للريحاني ان امينه ما رجعتش البيت من امبارح. طبعا عمنا الريحاني بيسال ازاي؟ ده انا مركبها بنفسي مع السواق ووصيته عليها. ايام وليالي بقى من البحث في المستشفيات واقسام الشرطه، ولكن امينه اختفت. يعمل ايه عمنا الريحاني؟ ينفذ وصيتها وانه ياخد بنتها ربها احسن تربيه وعلمها كمان لحد ما البنت كبرت واتجوزت في المانيا وخلفت كمان 3 ولاد، وكمان البنت ماتت في المانيا. ولكن الموضوع لحد هنا ما بينتهيش، ان ربك لبالمرصاد. بعد 27 سنه من الحادثه، خناقه شهيره جدا بتحصل ما بين واحد بلطجي وما بين راجل. البلطجي هنا بيقتل الراجل وبيقتل ابنه كمان، وبيتقبض على البلطجي ده وبيتحكم عليه بالاعدام. صباح يوم تنفيذ الحكم بالإعدام بيجي الشيخ علشان يلقن عمنا البلطجي الشهادة قبل ما يتم إعدامه، ولكن البلطجي هنا بيلاقوه بيبكي بحرقة ويقول لهم يا جماعة أنا خلاص كده هموت، فعاوز أعترف بحاجة عملتها من فترة كبيرة جدا وهي من حوالي 27 سنة. يقول لهم من 27 سنة ركبت معايا ست كبيرة التاكسي، واللي كان مركبها معايا نجيب الريحاني أو واحد شبهه. الست بصيت عليها في المراية بتاعة العربية لقيتها قاعدة ورا وبتعد في فلوس كتير. الشيطان غواني ورحت داخل بيها ناحية الصحراء، وجيت هناك وعملت ان العربية عطلت، فقلت لها انزلي انا هركبك عربية تاني، ورحت خابطها على دماغها وخنقتها كمان واخدت الفلوس وهربت. بعد 10 ايام رجعت تاني هناك عشان اشوف الجثه ايه اخبارها، لقيت الضباع والديابه اكلت الجثه وما بقاش منها غير هدومها. قلت انا خلاص كده فلت. والحكايه دي كمان بالتحديد اتروت على ايد نجيب الريحاني نفسه في المذكرات بتاعته.